السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نحضر معكم وصفه اللي كنتوا بزاف طلبتوها مني عده مرات. اليوم راح نلبيها لكم ان شاء الله. راح نحضر معكم وصفه خبز الشعير اللي طلبتوها. راح نحضر بطريقه بزاف سهله، غير بالبغا ميكسور ولا بالملعقه، ويجيكم ناجح مليار في المية. اللي يحبوا يعني يعتمدوا سواء ياكلوا اكل صحي ولا داء السكري، وصفه رائعه. كما تشوفوا نتيجته يجي تحفه صراحه. اللي تجربوا تنجح فيه، لانه راح نحضره لكم بمقادير مضبوطه بالكاس. تبعوا برك معايا الطريقه وباذن الله ما كاش اللي تجربوا ما تتحصلش على نفس النتيجه. نبداو على بركه الله وبسم الله. ان شاء الله الفيديو تاعي كامل يلقاكم بخير وعلى خير. شوفوا في الريسيبيون عندي مغرفه ونص تاع خميره الخبز مع ملعقه تاع العسل يكون حر ولا عسل عادي ولا سكر ستيفيا سكر بني، الحصون نتوما كيفاش حبيتو تاكلوه، اسكو صحي تماما ولا نصف صحي. عندي هنا حندير 2 كيسان تاع الماء دافي. هاد الكاس معياره 220 مليلتر. راح نعطيكم طريقه اللي كيما يخدموا به في المحلات سوا يعني ما يديروش 100% شعير، يخلطوا له حاجه واحده اخرى باش يقدروا يجي هذاك الخبز يجي بزاف خفيف. هنا شوفوا عندي الشعير يرحيوه يرجعوه كي سميد. شوفوا كيفاش راهو يا البنات، هو الشعير شفتوه يجي خشين، يرحيوه يرجعوه كي سميد. كاين اللي يحبوا يديروه خشين وكاين اللي يستعملوه هكا رقيق كانه سميد. انا درت كاس وكاس غير ربع تاع 220 مليلتر، كاينين تتلف لهم. درت كاس وكاس غير ربع تاع هذاك سميد الشعير. خبطهم مليح بالبغا ميكسور حوالي 3 دقائق هكا باش نحو كامل هذاك التعب تاع العجين وتخلي الخبز تاعكم يجي بزاف خفيف. انا هاد المرحله الاولى راح نغطي بغطاء تاع الريسيبيون تاعي ونخليها تريح هاد العجينه، ودوك تشوفوا كيفاش تفاعل وكيفاش تولي باش نكملوا نخدموها. يعني طريقه راح نعطيها لكم كيما يخدموا بها في المحلات سوا. انا سقسيت وبحثت وعرفت كيفاش يخدموا الخبز تاع الشعير ديالهم. شوفوا هنا الخليط كيفاش ولا زاد تقال يا البنات. تقدروا ديروا هاد المرحله هكذا كيما راهي المرحله الاولى، تبيتوه في الثلاجه وغد من داك تخدموه. هنا واش درت المحسن؟ درت محسن اللي هو ملعقه كبيره تاع الخل، دورها انه تخلي الخبز الشعير تاعكم يجي بزاف خفيف. وهنا الماده الدسمه درت ربع كاس تاع زيت زيتون، لازم زيت زيتون باش يكون صحي. درت ربع كاس ونخلط مليح. وهنا يا البنات هنا ما يخدموش بالشعير 100% في المحلات هذوك ولا كو تاكلوا فيه، ما يخدموش 100% بالشعير، يخدموا نص شعير ونص فرينه كامله. هكذا فهمتوني البنات؟ هنا درت الكاس الاول تاع الفرينه الكامله. من الاحسن تستعملوا دار الحلو، مانيش ندير لها اشهار، كنت نستعملها ملي كنت ناكل اكل الصحي ومازالني ناكل اكل صحي. هنا درت شويه تاع الملح ونبدا نطم في العجينه تاعي. هنا درت 2 كيسان، قلت لكم عبرت لكم كلش به باش كامل تجيكم وحده ما تقول لي ما جانيش مليح. هنا الكاس الثالث راني نضيف فيه تدريجيا الفرينه الكامله، تتشرب بالخف على الفرينه العاديه لانه فيها النخاله تمتم تتشرب. وكما تقدروا تستعملوه كاع شعير، ديروا حوالي تجيكم هكاك 3 كيسان ونص تاع شعير. ونزيد بشويه حتى نتحصل على قوام عجينه تكون طريه. جاء نفس النتيجه كما اللي نشريه من برا. صراحه ساعات نعجز ما نديروش في الدار، نشريه يجي كيف كيف. وسقسيت مول المحل قلت له اسكو تخدموه 100% شعير؟ قال لي لا قال لي نخدموه بالشعير وبالفرينه. سيته وجاني نفس النتيجه كما نشريه من المحلات. نحاول اني نخدم بيدي دوكا، نحيت الملعقه ونحاول اني نخدم ونشوف اسكو مازال خاصو ولا لا. هنا العجينه صاي خلاص ما حش نزيد لها، تحصلت على القوام اللي حبيته، لانه قد ما تكثروا الفرينه الكامله ولا الشعير راح يجيكم راح يولي بزاف يجيكم الخبز تاعكم يابس بزاف. هنا درت شويه تاع زيت زيتون وحاولت اني ندير كامل هذاك العجين ديالي ونخليه بيان سور يخمر ويضاعف الحجم ديالو. هنا بعد ما خمر لي شوفوا الله يبارك شحال ضاعف الحجم تاعو يا البنات. عجين بزاف جا شباب، تقدروا ديروه في العجان ماشي شرط لازم بهالطريقه البسيطه. عندي هنا الشعير هذاك الخشين اللي رمدو فيه، وعندي هذاك سميد. كيما تقدروا هذا الخشين ترحيوه وترجعوه سميد كيف انا ساعات يجيبوا لي خشين هكا ونرحيه. حكمت هنا شويه زيت زيتون في يدي وقرصت القرصات.
شوفوا العجينه من قبل كانت تبان لكم شغل رايحه الجاريه، شوفوا كيفاش تماسكت. هنا درت خبيزات صغار ودرت زوج خبزات كبار، رمتهم في هذاك الشعير وحطيتهم فوق ورق الطهي وبسطتهم. شوفوا السمك نتوما تحكموا فيه، اللي تحب البابا تخشن واللي تحبوا رقيق ديروا رقيق، ديروا بسمك ماشي رقيق كماصه، فوق رقيق شويه هكذا. ونزيد نحكم شويه تاع الزيت ونزيد نقرص واحده اخرى. جاتني كميه الله يبارك ما شاء الله. شوفوا كيش جات العجينه شحال جات خفيفه. كانت بزاف طلباتو مني متتبعه، قلت والله غير نلبي لها طالب تاعها، وان شاء الله نلبي لكم كامل طلباتكم لحد الان راني نلبي، وان شاء الله نتوما ثاني تفرحوني بجام كومونتير شباب بارطاج هكا باش نتوما ثاني تشجعوني وتحفزوني. انا نسي نفرحكم وندير لكم كامل واش تحبوا، وانتوما ثاني ماذا بيا تبادلوني نفس الشعور. هنايا يا البنات بعد ما نكمل درت زوج صغار ووحده كبيره، ونزيد نكمل نفس الكميه كامل. هنايا البنات بعد ما خمروا لي خليتهم خمروا، واش راح ندير؟ روحوا بلا عقل برك عليهم، ما تضغطوش بالبانسو. حكمت شويه ماء وراني ندهن فيهم، هذاك الماء برك يكون دافي ما يكونش بارد باش ما يفسدلكمش الخمير. كما تقدروا تدهنوهم قبل ما يخمروا، من الاحسن نتوما المبتدئات تدهنوه قبل ما يخمر. شوفوا الله يبارك تبنبن معانا، ما تضغطوش على بالبانسو تحبط لكم، لانه العجينه راهي خفيفه مهويه، والفرن راهو شاعل على اقصى درجه. راح ندخلهم انا يطيبوا من التحت، كي نشوفهم باللي طابوا ونزيد نشعلهم من الفوق باش يحماروا، ودوك تشوفوا معايا النتيجه النهائيه يجوا روعه. وتشوفوا الكميه الله يبارك شحال جاتني، يعني كميه ما شاء الله. هذا هو الشكل الخبز تاعي ما شاء الله يا البنات، جاتني كميه معتبره. شوفوا كيفاش جا معانا الخبز، جا خفيف 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 يزلق يدوب، يعني صراحه ميم اللي ما يحبوش ياكلوا اكل صحي راح يعجبهم. هاي تشربي به قهوه صباح تفيدي روحك، ميم لوليداتك صباح تعطيهم لهم في اللمجه هكايا، والله غير حاجه بزاف منفعه للصحه. نقسم معاكم انا كي خرجتهم من الفرن غطيتهم بطرشون باش يطراو معنا بيان سور، ومن بعد راح نقدمهم معاكم. شوفوا كيفاش جايه البنات، جا خفيف ما شاء الله. نتمنى يعجب متتبعاتي اللي طلباتوا مني وتجربوا تقولي واش رايها فيه. شوفوا كيفاش جا قطني يا البنات، حتى نتوما الا جربتوا ماذا بيا تقولوا لي واش رايكم فيه. وصفه 100% ناجحه على ضمانتي، اللي تجربها ينجح معها مباشره باذن الله تعالى. كما عودتكم ان شاء الله صدق المصداقيه. ما علي نقول لكم غير انتظروني في وصفه اخرى، مع السلامه ان شاء الله.